اه يا مساء الخير. زي ما احنا متعودين كل يوم سبت عندنا قصة جديدة هنتكلم عليها. قصة النهاردة بتتكلم عن أحد عمالقة الشاشة المصرية، بل يمكن الشاشة العالمية كمان، الأسطورة الكبيرة عمر الشريف، النجم العالمي اللي اتولد في اسكندرية سنة 1932 وابتدى يشق طريقه وشهرته في التمثيل بعد ما أخيرا عرف إنه نفسه يمثل. قرر إن هو يقضي كل حياته عشان يوصل للهدف ده. عمر الشريف كان من الناس الأنيقة جدا ودايما مهتمة بشكلها، وحتى شخصيته كان فيها كاريزما وكان فيها جاذبية كبيرة جدا، وده كان أحد الحاجات المهمة اللي دايما بيحبوها السينما المصرية زمان. مفيش داعي طبعا ان انا افكركم باحد الافلام او كمية من الافلام الحلوة اللي عملها عمر الشريف، زي مثلا صراع في الوادي سنة 1954، الناصر صلاح الدين 1963، ومن احد الافلام اللي كانت قوية جدا واثرت على السينما المصرية. ويقال انه في الوقت ده هو بيمثل الفيلم الناصر صلاح الدين، شخصية بتاعته اثرت في شخصيته الحقيقية فترة طويلة. واشترك طبعا عمر الشريف مع اشهر الممثلين والممثلات في السينما المصرية زي فاتن حمامة وسندريلا السينما المصرية والأيام الجميلة والأفلام الحلوة جدا دي اللي كان وقتها ليها طعم، ويمكن لحد دلوقتي ليها طعم حلو، لحد ما وصل التألق بعمر الشريف ان هو يوصل للعالمية. لورنس اوف ارابيا 1962، دي كانت أول مرة أعتقد لحد علمي إنه أول ممثل مصري يشترك في فيلم عالمي في هوليوود وطلع بشخصية علي. في الوقت ده عمر الشريف أبهر السينما المصرية والجماهير المصرية، بل يمكن الجماهير العالمية. اشتغل مع مخرجين فرنسيين ومخرجين أمريكان، ووقتها حس إن عمر الشريف إنه فعلا أمله اتحقق وفعلا كل رحلته خلاص كانت تمام. ولكن في حاجة كانت مستخبية ورا كل ده، قصة الفيلم الضائع. 1975 كان الفريق التصوير المصري جاهز لتصوير الفيلم الضائع لعمر الشريف. كان مشروع ضخم جدا، وكانت كل طموح عمر الشريف محطوطة على الموضوع ده، وكان التصوير ميزانيته كبيرة جدا، وكان هيبدأ التصوير في أماكن خيالية ورومانسية وجميلة جدا، أماكن ساحرة في مصر، في الأهرامات، ويمكن كمان في شبه الجزيرة العربية. وكانت المشاهد بتاعت الفيلم ده كان المفروض توصل لحد الساحل بتاع البحر الأبيض المتوسط. حسب تقارير جريدة الأهرام في الوقت ده كان المشروع ده يعتبر من أكبر المشاريع السينمائية في مصر على الإطلاق، ومن أكبر الطموح السينمائية كمان. وكان الفريق الفني عايزين يضمنوا ان كل لقطة من الفيلم تكون بالالوان مش بالابيض والاسود، فكان بالطبيعي وبالتالي يتطلب ميزانية ضخمة. من الناحية التانية عمر الشريف اللي كان ليه نجومة مصرية كبيرة ونجومة عالمية عظيمة، اللي كان أصله من اسكندرية، واسكندرية زي ما انتم عارفين بتجمع ما بين عبق التاريخ والحداثة في نفس الوقت. عمر الشريف كان بيجهز نفسه في الوقت ده ان هو يخش في دورين متناقضين تماما، دور الشخصية الساحرة الجذابة الحلوة، دور الشخصية العميقة والمعقدة واللي مليانة أسرار، وده المزيج اللي بيعجب الناس كتير جدا. وعمر الشريف كان دايما بيعرف يلمع في كل دور ان هو يدخله، سواء كان دور صغير او دور كبير في السينما المصرية او العالمية. الممثلين والمخرجين اللي كان المفروض يشاركوا في المشروع ده كانوا جاهزين ومستعدين تماما ان هم يخلصوا المشروع وان هم يبدأوا فيه بأسرع وقت، وكان عندهم تفاؤل وإبداع وأفكار تفوق حدود 1975. والمبدع ورا كل ده هو المخرج حسين الكيلاني. لما مجلة الشروق عملت مقابلة معاه قال إن إحنا عايزين نخلق فيلم يخطف الأنفاس، حاجة جديدة بالمرة عن السينما المصرية ما حدش شافها قبل كده. كانت الكواليس بتاعت الفيلم مليانة بالضحك والدموع والإبداع، والجو كان جميل جدا بما إن هما بيصوروا فيلم كلهم نفسهم يندمجوا ويشتركوا فيه. اللقطات اللي اتصورت من الفيلم ده كانت منفصلة تماما، لدرجة ان كل مشهد كان بيحكي قصة مختلفة عن التانية خالص. بس فجأة الدنيا اتقلبت. زي ما بنقول كده، مهما كانت أحلامك عظيمة وقوية، ولكن للأسف ساعات الظروف بتغلب الأحلام. وسط التقدم والتصوير والتشويق اللي هم جاهزينه عشان يعملوا الفيلم ده، حصلت مشاكل فنية وإدارية كبيرة كالعادة، لأن زي ما انتم عارفين مفيش حاجة هتحصل وهتتم كده على الساهل، لازم في حد ينط في النص عشان يبوظ الحاجة الحلوة اللي عايزة تتم. ما علينا. المهم المشاكل دي حصلت من شركة الإنتاج، وقالوا انه كان في اختلافات كبيرة ما بين المخرجين والمنتجين، وقالوا كمان ان تدخلت فيها جهات رقابية بسبب طبيعة الفيلم الجريئة.
واخدين بالكم معايا؟ الجريئة اللي كانت وقتها بتتكلم عن مواضيع حساسة، وفي لحظة مفصلية انتهى المشروع واتقفل الفيلم، واتجمعت كل اللقطات اللي اتصورت في الفيلم ده في ارشيف واتقفل عليها واترمت في الدرج. التفاصيل اللي بقولها لكم دي مش مجرد كلام في الهوا، لا، دي موثقة بتقارير جريدة الأهرام والمقابلات اللي حصلت في جريدة الأهرام اللي بتأكد إنه المشروع ده كان هيكون أسطورة قوية وضخمة عمرها ما حصلت في مصر ولا في تاريخ السينما. ومن ساعتها اتنقلت حياة عمر الشريف، بقت اللغز الضائع وسيرته بتتنقله عشاق السينما. اللقطات اللي اتصورت من الفيلم ده بقت عبارة عن كنوز مخفية، وفي نسخ احتياطية موجودة بالفعل، بس موجودة في الأرشيفات الخاصة، ولكن للأسف لحد دلوقتي محدش قدر يعرضها ولا حتى يوصل لها. ده على اساس يعني ان احنا في 2025 وكل حاجة بقت مباحة زي ما احنا شايفين على التيك توك وعلى الانستجرام، الله يحفظنا. كل ما موضوع الفيلم ده يتفتح او حد يتكلم عنه، الناس تسأل سؤال دايما وتقول: هل الفيلم ده لو كان اتعرض كان فعلا هيغير تاريخ السينما المصرية للأبد؟ السؤال اللي كان دايما بيطرح على الممثلين والممثلات بينهم وبين بعض، إذا كان عمر الشريف فعلا نفذ الفيلم ده، الناس هتتقبله ازاي؟ المصريين هيشوفوه ازاي؟ طوائف الناس كلها، سواء إذا كانت ناس متفتحة عقليا أو ناس ليها اعتقادات خاصة، تشوفوا ازاي؟ هل هيرفع مستوى السينما المصرية ولا هل هينزل السينما المصرية في الأرض زي ما في بعض الناس بتقول؟ النقاد يا سيدي الفاضل بيقولوا انه الفيلم ده كان ممكن يكون نقلة كبيرة جدا في السينما المصرية، واثر الفيلم ده لسه ساكن في قلوب ناس كتير جدا اللي شافوا الفيلم او اللي شافوا لقطات منه او حتى اللي صوروه. بس الفيلم واللقطات دي ضايعة لحد دلوقتي، وبتدل على امال وطموح جيل بحاله كان نفسه يحققه وما قدرش يعمل كده بسبب السياسة او بسبب النظام اللي بيفرض علينا كتير ان احنا ما نعملش حاجات احنا شايفين ان هو الحلم اللي لازم يتحقق. والمشروع ده كان هيكون بصمة عمر الشريف في السينما بشكل عام. فيلم عمر الشريف الضائع مش بس حكاية فيلم، هي بتدل كمان على أحلام ضايعة لممثل مشهور عالمي كان نفسه ينتقل بالسينما المصرية بسبب اللي هو شافه في السينما العالمية وياخد السينما المصرية للمستوى ده. في نظريات كتير مختلفة يا سيدي العزيز بتقول إنه الفيلم ده ما كانش مفروض أبدا ومستحيل يتعرض لأنه مسيء للسينما المصرية، مسيء للديانة سواء الإسلامية أو المسيحية. بس عموما دي كانت قصة صغيرة نقدر نفهم بيها كان إيه محتوى الحلم الضايع أو الفيلم الضايع. الحلم والفيلم، خدت بالك أنت من الموضوع ده؟ مهم إن احنا نوصل للحلم الضايع والفيلم الضايع لعمر الشريف. مش بس عمر الشريف هو الوحيد اللي فكر يعمل حاجة زي كده، ده في ممثلين تانيين كمان، ولكن للأسف الحرية الكافية ما كانتش مسموحة. نهاية الفيديو ما تنسوش تسيبوا لي كومنتس تحت عن رأيكم في الفيلم الضائع لعمر الشريف، بيهمني أعرف رأيكم، عايزين تعرفوا إيه في الفيديو اللي جاي يوم السبت الجاي. وشكرا على الكومنتس وشكرا على السبسكرايب واللايك، أشوفكم الفيديو الجاي.